حطها على اليمن أو توقيت الرياض +3. لأنه مثلا غلط، فتحت الحساب الإعلاني وشفت أنك حاطة في أمريكا، تجي تفعل جدولة لمنشور تلاقي أنه الجدولة على توقيت من؟ أمريكا. فإيش المشكلة؟ جالس بندنج ما قد تحركش بسبب أنك لما نشأت الحساب الإعلاني حددت المنطقة الزمنية وين؟ أمريكا. فهذا نقطة مهمة، بس لأنه هنا عندنا حساب إعلاني جاهز فعلى طول ظهرت لنا الواجهة هذه. تمام؟ فلكن لما تظهر لك انتبه لي للمنطقة الزمنية، انتبه لي كذلك للعملة، لا تحط ليش عملة غير الدولار. لا، ما بلا منطقة واحدة في الحساب الإعلاني، وإذا اخترتها للأسف لن تستطيع التعديل عليها إلا بعد ما تفتح حساب إعلاني جديد. طيب يا شباب، خلونا نتفق على حاجة. الأسئلة أحبذ أن تكون نهاية الاجتماع أو نهاية الأمسية، لقل ما نشتتش الأمور، لقل ما نضيعش الوقت. طيب، معك موضوع العملة، لا تحط ليش عملة غير الدولار. أصلا الريال اليمني مش معترف به هناك، لكن حط لي الدولار، شيء متداول في اليمن بشكل جدا كبير. وانتقل وعمل إنشاء، بيدي لك خانة برضه إضافة المدفوعات أو إضافة بطاقة الدفع. أكيد هذه أسهل طريقة، الرقم، الاسم، التاريخ، والرمز CVV. أوكي؟ دحين نجي للعملية التقنية، عملية اللي بتوقع راس كثير من اللي بيطلقوا إعلانات. طبعا هنا هذا واجهة مدير الإعلانات، ممكن تنتقل لهنا، بس أنت تنتقل من هنا إلى قسم الحملات الإعلانية. ننتقل لحساب إعلاني آخر يا. طيب، هذا حساب إعلاني جديد، تابع الأخ عمر، هذا حساب إعلاني حق عمر نفسه، بس هذا حساب إعلاني جديد. أنت بتدخل بتكون الواجهة زي كذا، أوريدي بيكون عندك إضافة طريقة دفع، بتضيفها. الحمد لله أنه عندنا حساب إعلاني جديد نشرح عليه، ممتاز. بيكون عندك إضافة طريقة دفع. بعد كذا أنا ما راح أعقد في الأمور، أنا إن شاء الله في نقطة مهمة بالمناسبة يا شباب، رجاء سجلوا أي حاجة أقولها. أنا تعنيت إني أقول كل حاجة ما أنتم مش هتحصلوها بالنت بسهولة، فأنا إن شاء الله برضو بدي لك مصادر تتعلم منها بشكل احترافي، بس أي حاجة أقولها سجلها. طيب، حاليا مش تيجش تعقد أمورك بعد ما أنك ربطت بطاقة الدفع تبعك هنا، تنتقل إلى إنشاء. هنا في نقطة، دقيقة بس انتقل إلى هنا في نقطة. عندنا أول ما نتواجه هنا 6 أهداف باختصار. أنت ما أنتش تروح تشتغل ميديا باينج، ولا أنت بتروح تشتغل إعلانات للناس، أنت بتشتغل إعلانات لنفسك. فأنا أقول لك سهلها على نفسك. ال5 الأهداف الأولى اللي هي الوعي والزيارات والتفاعل العملاء المحتملون وترويج تطبيق استثناء، اعمل لها سكيب، انتقل اوريدي للمبيعات. وهذه نصيحة خذها مني، لأنه فعلا الفرق كبير. لما تروح المبيعات من بيدي لك الجمهور؟ من اللي بيشتري. لما تقول لها نشتي هدفي مبيعات، نشتي اعمل إعلان هنا، لاقي ليش؟ لاقي يحقق مبيعات. فأنت اوريدي بتوظفه على أنه يشتغل لك إعلان يجيب لك مبيعات. تفاعل، ايش تتوقع يجيب لك؟ تفاعل. فالأهداف خلونا نكون فاهمين لها بشكل واضح. باليمن في نقطة هنا أشتي أقولها لكم. ممكن في الدول اللي فيها بيكسل وتجارة إلكترونية بيكون فيسبوك عارف من اللي يشتري فعلا، لأنه عملية الشراء مربوطة، عارف من المشتري وعارف اليوزر حقه وعارف مستخدم اللي بيشتري. لكن هنا في اليمن دائما العملية بتتم عبر واتساب، بتتم عبر انستغرام، وبتتم عبر ماسنجر، فهو عاد اوريدي مش فاهم. بس لا والله أنا جربت أفعل تفاعل، وجربت أعمل زيارات، وجربت أعمل عملاء محتملون طبعا روعة، بس مش للتجارة الإلكترونية صراحة. وجربت أعمل مبيعات، المبيعات كانت تجيب لي نتيجة، وكل حملات عمر اللي بيشتغلها حملات مبيعات. طيب، بعد ما أنك تنتقل هنا المبيعات بيظهر لك هنا زر اسمه متابعة. طبعا في تحديثات كثير ظهرت على مدير الإعلانات، ما أخذنا حتى ثانية. شوفوا هذا واحد من التحديثات الذي تحديثات الذكاء الاصطناعي بتدبشكم، بس سهلة. لازم أن أنتم تتعاملوا مع هذا الموضوع وتطوروا من أنفسكم. هنا نقول عدم العرض مجددا. هنا بيجي لك هنا موضوع الحملة الإعلانية، كذلك من ضمن التحديثات اللي ظهرت على الحساب الإعلاني أو مجموعة الإعلانية أو اللي ظهر على إعلانات ميتا بشكل عام، إنه بده يحط لك الميزانية في الحملة، بس سهلة. هنا أول ما تنتقل فعلنا إنشاء. هنا تجي تسميها الحملة الإعلانية، مثلا نسميها الحملة، تسميها واحد. أنت تقدر تسميها إيش مشتيك، حملة مبيعات الساعات، تحدد التاريخ. أنا أفضل أن نطرح التاريخ، لأنه ممكن أطرح هنا 50-60 حملة واشترجع مع الوقت الحملة جابت لي نتيجة، فبرجع لها بسهولة بالتاريخ. طيب، بعد ما أنك تحدد هنا الاسم الحملة الإعلانية، هنا كان من قبل
من هو قد أطلق إعلانات من قبل من هذا البيئة؟ أوكي مش مشكلة، إذا أموركم بالسليم إن شاء الله. حط لي الميزانية هنا، لا توقعش راسك رجال. إحنا بنوصل عند جزئية الاهتمامات والاستهداف. إيش يعمل؟ مو به قد يقول لك أقل حاجة $3. أنا أشوف بالنسبة لي، أنا أشوف مينيمم بادجت لأي سبب من الأسباب أو أقل ميزانية هي $3. بس هنا ننتقل بشكل عملي إلى إن إحنا نحطها أنا مثلا ميزانية اختبارية $3. هنا حددت ميزانية إيش؟ الحملة الإعلانية تبعي. إن شاء الله بنجي بعد شوية بس على كيف إن إحنا نعمل زيادة. فننتقل الحين، لا تسويش أي حاجة. في هنا خانة اسمها التالي. خلينا نشوف إيش الخطأ. طبعا بتظهر بعض أخطاء. بظهر هنا بالحساب الإعلاني هذا بعض الأخطاء لأنه عدو جديد. فلو ظهرت لكم الأيقونة الحمراء هذه لأنه حساب جديد. فإحنا ننتقل الآن التالي. أنت بتتبع نفس هذه العملية. حددت ميزانية $3. الحملة الذي انتقلناها لو تشوفها كان بالمستوى هذا. شوف 1. حاليا احنا موجودين في المجموعة. إن شاء الله مع الوقت لما تكونوا محترفين بيكون تحت نفس الحملة 10 مجموعات إعلانية. مجموعة تستهدف النساء، مجموعة تستهدف الرجال. أحمد أقاطعك، سوي زوم إن قوي عشان القاعدة الثانية شوف. طيب مرة تستهدف. فهنا المجموعات هدفها أنك تحط فيها مجموعة جماهير تحت نفس الحملة. مثلا أنا محل أشتغل أو أنا متجر عندي ساعات وعندي حزامات، فالساعات ممكن جمهورها مختلف يعني شويتين عن موضوع الحزامات. فهنا أحط مجموعة إعلانية بدل ما أروح أعمل حملة إعلانية ثانية. بس هذا الموضوع احترافي، اتعاملوا مع كل حملة كأنها مجموعة إعلانية. هنا نأتي للنقطة دي. هنا هدف التحويل. في هنا مجموعة أهداف. افعل هنا سكيب كامل في البداية. اعمل سكيب. حدد وجهات الرسائل. هنا بظهر لك إيش من صفحات تشتي تحددها. تمام. هنا الصفحة إيش تحتاج من صفحة. أنت تحدد الصفحة اللي فتحتها. إحنا فتحنا تقريبا صفحة الحين. أيوه هذا هو. ممتاز. حددنا صفحة إيليت. طبعا بعد ما إنه بنربطها على انستغرام، الربط هو شوي يشتي له وقت وبدي لكم إن شاء الله القنوات اللي تعتمدوا عليها. نربطها. نحدد هنا أين العميل لما يدخل من الإعلان وين يجي يراسلني. على ماسنجر، على انستغرام، على واتساب. للمشكلة للأسف هنا في عندنا مشكلة واتساب. بتضغط واتساب يظهر لك خيار عفوا ما نقدرش نعمل لك واتساب، إعلانات واتساب في اليمن. وش المشكلة ذي؟ أقول لك أيوة للأسف الأرقام اليمنية لما تجي تعمل إعلانات يقول لك ما تقدرش تعمل إعلانات واتساب في اليمن. فكيف نتجاوب مع هذا الموضوع؟ عمر مثلا، عمر اشتغلنا كل حملاته على ماسنجر وانستغرام. دان. أنا إيش هدفي بالأخير؟ هدفي يبيع، هدفي يدخل العميل يتواصل معي. ليش أختار البيئة؟ أقنعني بهذا الشيء عمر والله. ليش أختار إلا واتساب؟ ضروري واتساب؟ لا، كمتجر إلكتروني يتواصل معي يتولى على SMS ماركتينج ولا SMS الرسالة النصية. أهم شيء إن نوصل للعميل. وبعدين هنا تأتي حذاقة خدمة العملاء، ما تهمش البيئة. فهنا حددت، أنت حدد انستغرام وماسنجر من هذا المكان. تنزل تحت، تنزل هنا الجدول الزمني لا تلمسوش. إذا أنت ما راح تجدول أي حاجة، إذا أنت ما تشتغل تعمل جدولة تخلي الحملة تشتغل بكرة، تشتغل بعد نص الليل، لا تحطش أي حاجة، أنت بتنشطها على طول. طيب نجي هنا ولا شيء. انزلوا انزلوا من هنا. حددنا هنا صفحة الفيسبوك. تمام. هنا حددنا الانستغرام والماسنجر. ننزل لا تحت، لا موضوع الاستهداف اللي حاب اني اقول فيها الغلب حقي. اللي بيدخلوا لي انا عندي طبعا وكالة تسويق اسمها الأحمد، يدخل يقول لي احمد فشلت حملتي الاعلانيه. ليش؟ قال الاستهداف خاطئ. والله ما عنده ان الاستهداف حقه 100%. ما علينا من الاستهداف. والله ان معظم 90% من مشاكل الاعلانات تاتي من ايش؟ المحتوى. اذا محتواك الاعلاني قوي، والله لو تطلق اعلانك من فيسبوك لايت، يا رجال اطلقوا من واتساب. في واتساب الاعمال اطلاق اعلان، اطلقوا من واتساب، والله بتجيب نتيجه اذا محتواك الاعلاني كويس. ففعلا نقطة المحتوى نقطة لازم تراعوها. طبعا هنا اللي يظهر لك الإشارات الحمراء تجاهلها. هنا نأتي الجمهور. أتعبني فيسبوك هنا والله. كل يوم نزل لي تحديث، كل يوم دبشني دباش، كل يوم قال لي الذكاء الاصطناعي بيستهدف بدلك. حبيبي ما دخل أمك بتستهدف بدلي. فمثلا من إحدى المشاكل تجي تستهدف صنعاء، يقول لك لا أنا أخلي الذكاء الاصطناعي حقي. ما تتبع ما قد لك ناس من المكلا. طيب ليش؟ قال لا والله شفتهم يراسلوك. على كيف أمك أنت؟ فأنا هنا نقطة أقول لكم كيف تعالجوها تماما. حدد صنعاء بس.
اولا كان في التحديث السابق اسمه تغيير الى الجمهور الاصلي اللي بيستخدم مدير الاعلانات. حاليا في عندك هنا، شوف كيف يفقعك، لا تلمس هذه، شوف تقييد معدل وصول اعلانك اكثر. وش ذا؟ معناته لو اخترت هذا بفشل. كلام فاضي، بس اللي يخليك تستخدم الذكاء الاصطناعي. في اليمن الذكاء الاصطناعي يجيب لك نقارين الاعلانات، اللي يدخل يقول لك هلا والله ما يدي لك اي رساله بعدها. هذا هو اللي بيصير. طيب حاليا نضغط على هذه النقطه، فعل تبديل الاعداد، ولا تصدق ابوه، هذا كذاب. هنا كذاب في اليمن، يعني في جربتها صراحه في السعوديه الادفانتج بعض الاحيان تجيب نتيجه، لكن هنا في اليمن نجي هنا النقطه. طبعا هنا الاهتمامات، احمد هل احط اهتمامات؟ اقول لك كمبتدئ اختصرها عليك، لا تحطش اي اهتمام. اذا انت واثق من محتواك الاعلاني اطرح واسع، خلي كل الناس يوصلهم الاعلان، ما دخلك. لانه دحين ايش المنصه بتعمل؟ تبدا تعرض على 500 شخص، تبدا تشوف 100 منهم تفاعلوا، 50 منهم نقروا، 3 راسلوا، وعرفت منهم جمهورك دون ما تحدد اهتمامات اصلا. فانت هنا بدل ما انك توجع راسك مره تقرب اهتمام هذا، مره تقرب الاهتمام هذا، حطها واسع. بمعنى هنا عند الاستهداف التفصيلي لا تلمسهاش. انت ايش تلمس؟ تلمس المواقع. هنا نقطه مهمه، الصحات هذه الصغيره رجاء انتبهوا لها. الغام يطرح لك فيسبوك، الغام، وانا بعاني منها والله. مثلا انا ابيع داخل صنعاء يا اخي، ما وصلش حتى لا معبر، ما وصلش. شوف ايش يقول لك. مثلا حددت هنا صنعاء، وين؟ خلني احط صنعاء. هو يحول صنعاء، كان اليمن بيحول صنعاء دايركت. شوف لي تحت هنا، شوف هذا، الله اكبر عليك يا فيسبوك، وش تعمل انت؟ شوف لي ذا وش يقول؟ الوصول للمزيد من الاشخاص من المركز. ليش؟ قال لك انا بخرج لك اعلانك لخالق صنعاء، انه احتمال اعتقد انه بيجي لك من، يا اخي انا ابيع داخل صنعاء ما دخلك. يقول لك لا، هذا انا ارجح لك. فانت هنا بكل احترام، اذا انت بتستهدف صنعاء، طبعا هذا الاستهداف يعتمد على المحتوى، يعتمد على تواجد جمهورك فين، يعتمد على هذه الاشياء. فهذه الاشياء بديهيات انت اوريدي دارسها من قبل. انا هنا بس اطبق بشكل عملي على مدير الاعلانات. طيب حاليا نشيل الصح هذا الملغم، ننتقل لتحت. باقي معك الاعمار. اذا انت بتستهدف فئه عمريه محدده حددها. انت تقدر تستهدف هنا العمر، تقدر تحدد مثلا، انا طبعا ما راح اقولها لك ما تتخذوهاش مبدا، افضل اني استهدف من 21 اصحاب 18 ناس حراف. والله يعني يجي يقول لك اوه يا اخي والله انا اعمل اعلانات لاكاديميه الاحمد، اعمل اعلانات لاكاديميه الاحمد، يدخل لي واحد صف تاسع. امس واحد دخل يقول لي والله ما اكذب عليكم حولت لك 500,000 بس حق الدوره ورجع الباقي محرقه. فانا اقول لك هنا استثني يا ابو 18 19 20 وبز من 21. اذا منتجك بيخدم هذول الاطفال، عفوا يعني اذا منتجك بيخدم هذا 18 والفئه دي، ممكن تستهدفهم، اوكي مش مشكله، لكن مش مبدا. كلامي حسب تجربه وحسب انت ما تشوف مناسب. انا حط من هنا من 21 يا اخي ما انا ما ينزل، نفترض من 21. فمثلا في منتجنا الساعات، صح؟ شوف هنا برضو اللغم الذي يظهر لنا، لغم يلغمنا في كل مره. انا ما اشوفهاش عادي. طيب انا اقول لك حاجه هنا، خلي هذا السؤال بقيادة لنوك عنه بعدين. طبعا انا طيب حاليا بيقول لك هنا برضو استخدام كمقترح، مو يقصد الاستهداف حقك هذا 21 ممكن استهدفه كمقترح. بس لو حسيت ان واحد عمره 18 بوديه حبيبي. مثلا هنا انا ابيع لواحد متزوج يا اخي، مثلا ابيع منتج لواحد متزوج، ليش تستخدم كمقترح يا اخي؟ هذا فارغ بينقر على اي اعلان. والله ان وظيفته في الحياه، استغفر الله العظيم، نقر على الاعلانات. فانا ليش استهدفه؟ تفضل. معليش ساكلك مش داري، والله انه داري، مش امك وابوك وجدتك، داري بعمرك الحقيقي. تحسب انه مش داري الا على حساب ملفك الشخصي. علي والله انه داري مو تاكل مو تشرب وداري مو لا تتكلم. خلاص اكثر. اقول لك بعض الاحيان افكر ويظهر لي اعلان. فالعمر شيلها. هنا استخدام كمقترح شيلها. ما تفضل استخدام كمقترح صراحه. استخدام كمقترح مثلا هنا حطيت اهتمامات، استهدفت الناس المهتمين بالساعات، بالرغم ان انا قلت لكم لا تستهدفوش اي احد. استهدفت ناس، بيقول لي استخدام كمقترح، اقول له اوكي هنا ممكن
شخص مش مهتم بالساعات بس بيشتري. استخدم هنا كمقترح، لكن في العمر والاماكن لا. طيب بعض الناس ما يشتروش بس انه يعجبها المنتج. طيب هنا ننتهي، نوصل الى نقطة المواضع. فئات الناس صراحة هنا بتكلم عنها بشوي طويلة. انا في معظم الحالات احطها ادفانتج. كل اعلاناتي اللي بشتغل فيها احط ادفانتج. فيسبوك هنا انا احبه، يروح يشوف الناس الذي بيكونوا متواجدين من جمهوري في اماكن معينة ويقول لك انا مرة بعرضه. ايش معنى مواضع؟ اولا المواضع اماكن ظهور الاعلان، لانه ميتا منصة كبيرة، فيها فيسبوك، فيها انستغرام، فيها ماسنجر، وفيها كذلك الاودينس نتورك او الحاجة الذي زي جوجل ادز. بيظهر بعض الاحيان اعلان فيسبوك داخل تطبيق خارجي، هذا الاودينس نتورك. فانا هنا ايش افضل؟ اقول له خلي على ما هو ادفانتج. بس بعض الاحيان يجي لي واحد هو متاكد مثلا التجميل، متاكد ان جمهوره داخل انستغرام، يا اخي ليش اروح ادي الفيسبوك؟ فيسبوك بيدخل لي واحد مش مهتم لربما يعني. فهنا ممكن تختبر انت. احنا بنوصل لعند الاختبار، ترجع من هنا اعدادات اضافيه، توصل لعند المنصات، تشيل فيسبوك والاودينس نتورك والماسنجر، وتخلي بس انستغرام، تخلي فيسبوك منصه ميتا تستهدف لك بس انستغرام. بس صراحه اذا خليته كامل انا افضل هذا الشيء. بس في حالات خاصه انا حبيت اشرحها لك تعرفوا ايش معنى مواضع اصلا. لكن هنا بيقول لي شوف خريجي، اقول لي يمكن ان يؤدي تضمين، اقول له تضمين كل المواضع مش مشكله. شوف هنا لقل ما عقداش عليك، في عندك هنا قسم التالي، انتقل للتالي. انا هو لو كان الوقت بس هو مش محاضره اعلانات. الحمله الحاضن الرئيسي لكل شيء تحتها. تحت الحمله يجي ايش؟ قلنا مجموعات اعلانيه، المجموعه الف، المجموعه باء، المجموعه جيم، تقدر تسمي كل هذا من خلال التسميه. تحت كل مجموعه اعلانيه ايش؟ اعلانات. ايش معنى الاعلان؟ الشيء اللي بيظهر العميل. انا دحين حددت ان فئه المستهدفه من 21 ل 45، وفي المجموعه الاعلانيه دحين ايش يظهر لهم؟ الكرييتيف، الصوره او الفيديو او المنشور ايا كان. فهنا تحددوا كله من وين؟ من قسم الاعلانات. فهنا تنزل في عندك مجموعه من الخيارات. هنا يقول لك اشتري لك ربط، لانه حساب اعلاني جديد. هنا بيكون مربوطين مع بعض، لما قدك رابط كل شيء بتظهر هنا كل شيء سليم. بس هنا لانه حساب اعلاني جديد فبيقول لنا هذا الحساب الانستغرام مش مربوط مع صفحه الفيسبوك. فانت هنا تقدر تحل هذه المشكله، تقول استخدم صفحه الفيسبوك الحاليه. هنا تعالي هنا في هنا نقطه، في عندك حاجه اسمها تحميل يدوي. اولا خلينا قبل هذه، في عندك خيارين. ايش تشتي؟ اعرض لك اعلانك. هل تشتري المنشور اللي قد نشرته داخل صفحتك اليوم ولا امس ولا ان كان، استخدمه كاعلان بس اغير الزر؟ او تشتي ان ترفع لي صوره لا تظهر لا بصفحتك ولا تظهر بحساباتك، تكون الصوره هذه مع النص تضيفه لي هنا في البيئه هذه. فعندك خيارين، اما انشاء اعلان على ما قلت لك، انك تنشئ من هنا، ترفع له الصور، ترفع له الفيديوهات، ترفع له المحتوى بلا بلا الى اخره، او انك تستخدم منشور. استراتيجيه عمر رهيبه اللي بيستخدمها استخدام المنشور. ليش؟ سأقول ليش؟ لانه بتلاقي انه التفاعلات بتزيد بالصفحه، يدخل الواحد يشوف معك 9000 لايك على المنشور، كل اعلاناتك شغال عليه. مثل ايش؟ مثل لما يكون عندك 10 وايتات لنفس الصنبور، بيضخ قوي، التفاعل كله بيكون لنفس المكان. تفضل. يعني عادي ضفت لايكات. كيف ضفت لايك؟ يعني الان خلاص نزلت على الموبايل، اشتري لايكات. شراء اللايكات هذا من المقدسات عندي صراحه، انتبهوا تدخلوا فيهن. من المسلمات اكيد شراء لايكات، متابعات، هذه تدمر خوارزميه الصفحات تبعك تدمير بات. فانا ابدا، انا والله اشوف انه يخرب الدنيا. وكذلك ايضا في شيء، انا اشتغلت كمدير تسويق وعلاقات عامه في شركه في السعوديه. دخلت تفاجأت، واو 50,000 متابع. حين بشتغل شغل اتضح لي منهم يمكن 10 7 موظفين و3 مدري من. ثقة العميل ما تحتاج، والله ما تحتاجها. خذها من اذا انت تشيها مثلا، ادي لك طريقه بعدين لقل ما اشتت الطلاب انك تزيدها بشكل صحيح. تعمل اعلانات تزيد المعجبين والمتابعين، بس مش بالطريقه الخطا، عن طريق المحتوى، عن طريق اعلانات لزياده المتابعين في اعلانات هنا. بس ما نشرح الا دحين المبيعات جزئيه التجاره الالكترونيه. هنا مثلا قلنا استخدام منشور حالي، بيقول لك خلاص قدك هنا علامه الصح شيلها، برضه علامه الصح في كل مكان، مش في كل مكان يعني، بس هذه شيلها لانه كلها صحات هنا. طيب نجي هنا تحديد منشور. الصفحه ما فيهاش اي منشور، لكن لما انت قدك منزل منشورات في الصفحه بيظهر لك هنا. لو انت منزل منشورات في الانستغرام، تحدد من هنا انستغرام،
بس هنا لانه محدد معنا صفحات جنبيه حق عمر. بس انت هنا لما تكون رابط فيسبوك بالانستغرام بيظهر لك منشورات انستغرام هنا، منشورات فيسبوك هنا. انت اختار المحتوى الذي قد جهزته من صوره ولا فيديو ونص وهذا وحدده. طيب لنفترض حاليا انه حددنا، يعني لنضرب المثل هذا ونعمل متابعه فقط يعني للتوضيح. بيظهر لك هنا مجموعه من الاعدادات، بتلاقي هنا النص ما تقدرش تعدل عليه. ركز معي هنا، هذا اي شو؟ هذا الذي هنا المحتوى النصي، ما تقدرش تعدل عليه لانه خلاص يقول لك قد نشرته فين؟ في البدايه قد هو منشور، اشتيك تعدله روح عدل عليه من هناك، وعاد بعض الاحيان لا عدلته يتوقف الاعلان. فلازم تنتبه انك تكون مجهز كل شيء مسبقا. يعني حتى لو تشي تعدل ما يرضاش يقول لك هو مروج الان. في طريقه بس من مدير الاعمال، بس برضه يوقف لك الاعلان يقول لك ان نعدل حتى حق جنبيه. طيب الحين نجي لجزئيه الوجهه، قد احنا مجهزينها بس يقول لك هنا هذه خاصيه رهيبه 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 رهيبه. المراسلات. انت هنا مثلا بيكون عندك هنا تقدر تعبي قالب يظهر للعميل 3 رسائل. الرساله الاولى مثلا كم الساعه؟ هل في توصيل؟ انت قادر تزيد تضيف الاجابات. مثلا تعديل القالب، هنا مش اشرح بشكل كبير لانه في معنا نقاط مهمه ماشي ناقشكم عليها. هنا معنا في معك الاسئله المتكرره، شوف كيف تظهر معك هنا. هذه الاسئله اللي تظهر للعميل. تمام؟ فهنا ممكن تحط السؤال الاول، السؤال اللي ببالك كم السعر؟ ايش الالوان؟ بلا بلا الى اخره. انا ما فيش هنا نمط ثابت اتبعه. طيب هنا مثلا حطيت كم السعر، تقدر هنا تجاوب الاجابه، مجرد ما يضغط العميل على هل يمكنني اجراء عمليه شراء يرجع لها الرد دايركتلي. هذا بيختصر عليكم وقت يا لطيف، خاصه لو انتم شغالين على يعني واحد مدير للمتجر كامل، بيختصر وقت بشكل جدا كبير. فانصحكم تستخدموها. في هنا برضو خيار مدري هو ظهر هنا، عفوا في معك تقريبا نحو 5 اسئله، بس انا افضل ما يزيدش. يعني انت ليش تطرح 10 اسئله؟ انا افضل لو عاد 2 اسئله او سؤال. ممكن السؤال الواحد هل عندكم توصيل، او سؤالين عندكم توصيل وكم السعر، لانه اوريدي ممكن قدك متكلم، بس انت العبها بكيفك. تقريبا هو هنا لحد 5 اسئله، صراحه ما قربتش كم يستوعب اسئله. اوكي وصلنا الحين لنهايه جهدنا. شغلنا كله من هنا، من هذا المكان عفوا، شغلنا هنا من بدايه الواحد الى مستوى الاعلان. نرجع نضغط على زر النشر. الحين اعلانك شغال. تابع المبيعات بعدين ان شاء الله. طيب نرجع. اصلا الوقت ضيق يا شباب. بعد ما انك فعلت نشر بينتشر الاعلان، قد الاعدادات كلها شغاله. طيب اتضحت لكم الطريقه؟ عادي. مثلا يعني تقدر تقول هل عندكم الوان كثير؟ نعم. لا هو بيظهر لها القالب، هو بيضغط عليه، مش لما يرسل رساله ولا يكتب، هو بيكون عنده كذا رسائل مسبقه الملء اسمها. طيب في هنا مجموعه نقاط. خلوا الاسئله باذن الله بنجهز لكم ولو 10 15 دقيقه لاجل اعطيكم صلب الموضوع. اولا انا جهزت نقاط امس كذا، كيفت على هذا الملف، جهزت مجموعه من النقاط لانه اوديها لكم باختصار. اولا المحتوى سر النجاح. والله العظيم لو تعمل محتوى كويس، انا صراحه كانت النتائج اللي حققناها في جنبيه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. ما كانش لشغلنا في الاعلانات، شغلنا في الاعلانات مرتب اوكي، لكن كان للمحتوى، الهوك القوي، الصوره اللي شدت انتباه معظم اصحاب صنعاء اعتقد ذلك. فكل شيء كان مضبوط في الاعلان. فوالله لو تدروا كيف فعلتوا في داخل الاستهدافات، اقول لكم كيف. واسع، صنعاء، حددت المنشور. يعني ما اقول لكم اننا في لغه سر هنا ولا حاجه والله ما فعلت غير كذا. صنعاء دبوس، في فرق، بدون هاشتاجات بدون شيء. المحتوى حددت نفس هذه الطريقه، ترويج منشور ونشر. النتائج كانت اسطوريه. طبعا في معنا استراتيجيات يستخدمها عمر الذي هو رسائل مسبقه المال، اسلوب كتابه يخليك تشتري حتى لو ما تشتريش. اوكي ما لا استوي هكا، عفوا دقيقه. تدوير التلقائي هذا مشكله، يلقى لف لك يديك لك لفه. طيب اهداف الحملات الاعلانيه باختصار حبيبي خليها على ما قل. قد بيقول لك ميتا عاد تجي احسن منه. هل تشتري مبيعات؟ لا والله نشتري مبيعات بس اروح للتفاعل. ايه والله انك ذكي ما شاء الله عليك حبيبي. اختصر على نفسك. مبيعات. انا ما جيت اشرح هنا مدير الاعلانات، انا اشرح لكم بس كيف تطلقوا اعلان يبيع لكم بس. فانت اختار مبيعات. الحاجه الثانيه بدي لكم مصادر روعه تتعلموا منها. انا تعلمت منها وصلت الى هذا المستوى صراحه. ثالث شيء الميزانيه. واحد يجي يحط لي ميزانيه $1 يقول لي احمد والله ما حققت مبيعات.
حبيبي والله لو انا فيسبوك لازبطك خارج. $1. $1 في حالات خاصة جدا، الذي هو الاختبارات على نيتش صغيرة بعيدا عن التعقيد. يعني في اختبار على أن نختبر على جمهور 20,000. شوف كيف بيكون معدل CTR مثلا. أما $1 ومتوقع أنك تحقق مبيعات تكون إيلون ماسك مثلا؟ لا. $3 مينيمم. حاب توسع بعدين إذا شفت نتيجة بنتكلم. أقل مبلغ تحدده تبدأ فيه $3، وأنصحكم كلكم تبدأ $3. الأسئلة للأخير. تفضلي. هي ميزانية اليومية كانت. أيوة الميزانية اليومية $3 الميزانية اليومية. هي الافتراضي كان الميزانية اليومية. تفضل. شوية. احنا بنتكلم عن هذه المشاكل بس خلوا هذه النقطة في معنى كذلك. شباب صراحة أرجو أنه تخلوا الأسئلة الأخير. في نقاط هنا مهمة شتي أفيد بها الجميع. رابع شيء، شوف لا تضيقش الاستهداف. أقل رقم لأي سبب من الأسباب في الجمهور العام توصل له 500,000. هذا مقترحة مني. طبعا اللي بيضيق ويوصل الجمهور ل 50,000 قد يكون 40,000 منهم مش موجودين في فيسبوك. 200,000 مناسب بس مش في الجمهور العام، ممكن في عادة الاستهداف أو لما تستهدف بالاهتمامات. أيوة ممكن النساء، صح، ممكن النساء يطلع لك 100,000 عادي. الجماهير لأنه عندنا النساء كلهن في اليمن تقريبا يطلع 900,000 مليون. طيب هنا معنا نقطة إضافية. الذي قلت لكم الاستهداف خلي على 100 يا أخي. لا تجيش تستهدف وتقول لي أنا والله استهدف الناس المهتمين بالساعة. خلي 100 وادرى بنفسه. حط له محتوى كويس. أنت هنا قوتك وين؟ المحتوى. فحط له محتوى كويس جلاد، وبعدين خلي 100 والله بيشتغل شغل يا لطيف. خليك مليونير. أوكي. قياس النتائج. طبعا مش حابب أقول لكم إيش قياس النتائج وأوجع رأسكم. لا. قيس يا أخي النتيجة باختصار. فعلت إعلان، كم جالي منه مبيعات؟ والله جه صرف $3 وجي أشوف محقق ربح $20. والله ممتاز. شوف نسبة هنا يسموها الROI أو عائد الاستثمار كبيرة. مش أقول لك إنه في حاجة اسمها CTR وCPM ومعدل النقد. مش شو راسك. أنت هنا مبتدئ حاب إنك تطلق إعلان وتحقق مبيعات، صح؟ أوكي. فهنا لو حققت بعد ما إنك أطلقت الإعلان هنا بيكون هنا نشط بدل مسودة. تيجي تشوف دخلوا يراسلوك 100 ومهتمين ما شاء الله، أمورك تمام، ما فيش أي حاجة. لا عاد تجيش تخترع الذرة وتجي تقول وليش هذا الريتش ناقص والله بوقفها. حبيبي بتحقق مبيعات ما دخل أمك. خلاص أوكي. إحنا مبدأنا وقياسنا على أي أساس؟ ماني حبيبي. أوكي. نجي لنقطة في الذكاء الاصطناعي صراحة حبيبنا ChatGPT الأفضل على الإطلاق. ادخل قل له مثلا أنت طفشان من حالك، تعبوك حقين المصريين اللي اليوم حشرح لكم إزاي تعمل إعلان ممول، ويقفشك بالأخير ويدي لك إعلان. المهم روح لChatGPT قل له أنا عندي متجر ساعات واشتك تشرح لي بالخطوات كخبير إعلانات كيف إني أطلق إعلان يحقق لي مبيعات. بتلاقيه فتح الصفيحة حقه وسجل عندك 1 2 ويدي لك أحسن خطوات تتبع، أحسن مني برضه. فChatGPT خليه يساعدكم. أطلقت حملة إعلانية تروح تقول له والله هذا محتوى ترفع لها الصورة وهذا المحتوى النصي وما حققتش مبيعات يا أخي أنا ما ندري كيف أعمل. يقول لك والله إن مشكلتك هنا يا ChatGPT صديقك من الصدوق في كل الحالات سواء في التجارة الإلكترونية أو غيرها. طبعا أنا بالمناسبة الذكاء الاصطناعي هذا ضاعف إنتاجيتي 10 مرات أو أكثر، فلازم إنه يتداخل في حياتكم بشكل أو بآخر. طيب موضوع متقدم شوية، شرب لا قبلها ما شوية يعني. موضوع متقدم. بيجي لك هنا حاجة اسمها عادة الاستهداف. أنا حبيت أتكلم عنها لأجل أعرفكم أنه مدير الإعلانات هذا واجهته حبوبة في داخله دهاليز، دهاليز الدهاليزو دهاليزي كل شيء. تمام مو هي؟ ايوه بنفس الوقت عاد تقدر تعمل حاجات بس مش شتت عليهم التركيز. خليكم معي. انت هنا مع فيسبوك في حاجه اسمها ريتارجتنج، اعاده الاستهداف. مثلا نفترض في القاعه هذه كلهم شافوا اعلان جنبيه، تمام؟ كم مننا؟ 100 والله راسلونا 20. انا اقدر من خلال فيسبوك اعمل اعلان مره ثانيه واستهدف ال20 ذولا بس اللي راسلوا. تصدق؟ شيء جميل هنا.
بس مشيش تستخدموا هذا الشيء إلا بعد ما قد أطلقت 5 إعلانات، قد حققت مبيعات، قد تعلمت شوي في الكورسات اللي بقولها لك بعد شوية. هذا الموضوع متقدم، إذا ما فهمتموش افعلوا له رن اوت، ولا تحاولوا تشتتوا أنفسكم، بس حبيت أذكر لكم ميزة من المزايا. طيب مثلا جنبية أطلقنا إعلان ما شاء الله وصل لمعظم أصحاب صنعاء، كنا نبيع حزامات. شوفوا من مزايا الريتارجتنج ايش؟ كنا نبيع حزامات، فنقدر هنا ايش اعمل؟ إعادة الاستهداف للناس الذي اشتروا الحزامات. ايش تتوقع بيشتري بعد الحزام؟ حزام صافي، النصلة حاجات كثير أقدر هنا أجيب، أيوه أقدر هنا أجيب أكثر من حاجة. قد اشترى هذا عميل مشتري معاه فلوس، أنا داري هنا إنه معاه فلوس، ولا راسلني، لأنه ما تقدرش تستهدف المشتري بس اللي راسل. أقدر أعمل له إعادة استهداف وأقول له والله حبيبي تعال بما أنا هنا النصلة، وبعت له مرة ثانية اشترى النصلة أبيع لها الخنجر، وأبيع لها مرة ثالثة. تقدر تعمل إعادة استهداف. في هنا عالم، يعني مثلا هنا من هنا تنتقل إلى الجماهير هذه، بس ما أنا أشرحها. بدي لكم مصدر، سجلوا عندكم هذا الفيديو، سجلوا كامل، لكن أنا ما حبيتش أشرحها لأنه الوقت بيطول علينا، والأستاذ عمر باقي مع حاجات من هنا التي العمليات إن شاء الله بيشرحها. طيب سجل عندك اسم الفيديو، ما هي إعادة الاستهداف على إعلان فيسبوك؟ قناة إسلام صلاح. إعلانات، ما هي إعادة الاستهداف على إعلان فيسبوك؟ اسم الفيديو كده على إعلان الفيسبوك. اسم القناة إسلام صلاح، إسلام صلاح تقريبا، يا إسلام صلاح. ها؟ ما هي إعادة الاستهداف؟ ولا أنا بدي أوكي هذا عادي، طريقة فانتاستيك جدا، بيرسل في المجتمع الرابط. بزيد كذلك إضافة، أنا كان شيء صبورة والله عادي مش مشكلة. خذوا أسئلة وأجوبة معهم. عاد باقي الله إذا نقطتين نكمل. خذوا الأسئلة وأجوبة. سابق. بعد هذا إحنا نأخذ أسئلة واجبات. كيف الأستاذ أحمد معكم؟ دقيقة والله يستاهل. أنا صراحة تعبت. خذوا أسئلة وأجوبة وكذا. أنا صراحة تعبت في إني أتعلم هذا الشيء، فوالله حاب إني المعلومة كل النقاط اللي ذكرتها يا ساتر كم بتتعب لما توصل لها، يا ساتر، لأنه في سوقنا اليمني سوق حالة شاذة، والله حالة شاذة عن العالم. إكوا داري عمر، داري حتى كل التقنيات اللي بنستخدمها في كل دول العالم ما تطبقش على اليمن. فسجل هذه النقاط، وبعدين بدي لك مصادر تخليك تكون أحسن ميديا باير في اليمن. طيب نجي النقطة. حاليا أنا أطلقت إعلان فانتاستيك جدا. إيش الفارق مثلا يعني إيش الميزة حق الإعلانات؟ أطلقت إعلان وجبت مبيعات ب$100، صارف بالإعلان $5 طبعا، جبت مبيعات $100 ورابح من $100 $20، بس جالس طرح الميزانية $5. أنداري فيسبوك لما تزيد ل$10 احتمال بنسبة كبيرة في اليمن، لأنه ما هو شيء يقيس لك المبيعات، يقيس لك الرسائل. بدل $100 بكم جي لك؟ افتراضا رياضيات $200 إذا بدل 15، وال$100 هذه بتربح منها كم؟ $40. فهنا أنا تعلمت من إسلام صلاح هذا الحبوب نفسه نمط اسمه خلوني أتذكر اسمه هنا إيش؟ The Money Printing Formula، أو نمط طباعة المال أنا أسميه. والله لو وصلت له أهنيك. أطلقت إعلان، أول حاجة تطلق فيها إيش؟ تختبر النتائج، قلنا تختبر كيف المبيعات، وأنت بتطلق لها $5. تمام؟ أطلقت الإعلان $5، والله جايب نتيجة أسطورية. حللت النتائج، بس إنهم ما شاء الله عملاء مشترين. هنا يفرقك على أنك تكون مالتي مليونير حركة واحدة، أي شيء، زيادة الميزانية. فهنا أول حاجة احفظوها، هو نمط، هو كان مثلث كذا، هنا اختبار، هنا تحليل، هنا سكيل أو زيادة الميزانية أو التوسع. احفظوا لي هذا النمط. أبدأ بالاختبار. أيوة زيادة ميزانية. أنا برويك الحين. أول شيء تختبر النتيجة، وبعدين تحلل عليها، تأخذ التحليلات. أنا طبعا التحليلات مش حابب أتوسع فيها لأنه الموضوع معقد شويتين. بعدين كذا تزيد الميزانية. تعال رويك. أطلقت دحين الإعلان، ولنفترض هذا الحملة، هذه الحملة نشطة، أوكي. تدخل من هنا على تعديل، تمام، عند قسم الحملة. ليش تعمل زيادة الميزانية؟ هذه نقطة مهمة، بس بدون تعقيد. كان 3، كم حاب تزيد؟ أنا أنصحكم لقل ما أنه في البداية ميزانيتكم بسيطة، زيدوا بالتدريج. تفضل. 5 زيدت 5 والله تضاعفت المبيعات، زيد 10. طبعا كان من قبل في استراتيجية اسمها
استراتيجية المزاد على 35% 30%، يعني ما تزيدش، إذا كان 10 ما تزيدش أكثر من 3. حاليا فيسبوك بيقول لك هات والله ادي لك كذا باختصار، يقول لك هات لي بيس وانا ادي لك هذا الشيء مشترين. فانت هنا ايش اللي يفصلك عنهم؟ زيد الميزانيه وزيد المبيعات. طيب ها لا زيت فهمت قصدك. لا زيت كثير. ايش بيصير هنا باليمن؟ جمهور اليمن ضيق، فهنا لما تدي مثلا كان يدي لك 500 رساله باليوم، او خلينا نقول 100 رساله، زيت 20 ضعف. كان معك فلوس حبيت تفقشها وتتصدق على فيسبوك، فبيقوم ايش يعمل لك؟ يصير يحاول يوسع 20 ضعف. يجي يشوف فيا انا قدرنا واصل لربع سكان اليمن، وين ازيد لك 20 ضعف؟ يقوم يدي لك ناس نفس الناس اللي كنت بتوصلهم بال10 دولار، بس يزيد عليك التكلفه حق الرساله. ساعه يقول لك انا بدي لك نفس الناس اللي كنت بديهم لك ب10 دولار، بس بده زاد 90 لي. باختصار في اليمن لانه جمهور اليمن ضيق. في السعوديه والدول الخارجيه كثير، ولا مثلا دول الخليج. طيب احفظوا لي هذه. تيست اختبار، انالايز تحليل، سكيل زيادة ميزانية. هكذا نمطك. تطلق اعلان، تختبره، تحلل نتائجه، اذا جاب نتيجة زيد الميزانية. طيب سجلوا لي عندكم حاليا اهم نقطة، النقطة الثامنة، وهي اهم نقطة صراحة: التعلم. والله ما انت اتطور من نفسك الا لتعلمت. انا كلامي اللي قلتها اليوم في 10 أو 20 دقيقة، ما ادري كم قد راح وقت، انا كلامي اللي قلتها اليوم كلام ممكن ما تحصلش بالنت، لانه من تجربة صارف اكثر من 30,000 دولار بالاعلانات في اليمن. فلما اجي اقول لك هذا الكلام اعتبر ان الموضوع جاي من واحد فهم بس، ابدا ما راح يكون لن يكون هناك غنى عن التعلم. فسجل معي هذه المصادر. ادي لكم ابسط قناه، واكثر واحد رغاي في الاعلانات، بس احب الرغي الذي يفهمني انا. باسم مجدي. سجل لي قناه باسم مجدي اسمها القناه باسم مجدي. اعتقد في منكم قد شاف له فيديو، هذا مره حبوب الرجال ذاك، بس صح انه رغاي كثر الكلام بعض الاحيان. المفروض 5 دقائق بس يدي لك 30 دقيقه، ما ادري لمو. طيب مصري هو حبيبنا. القناه الاولى سجلتموها، قناه اسلام صلاح اللي تكلمنا عليه. اسلام صلاح. طبعا لما اقول قناه مش بالضروره لا قناه، كنت تابع على الانستغرام، احسن ما يطلع لك ريلز اي كلام ولا بولشيت حرفيا ويخرب عليك الدماغ. تابع هذول الناس الذي يتكلموا عن الاعلانات، يتكلموا عن النمو، يتكلموا عن يوتيوب، او حتى تبحثوا عليهم بانستغرام، فيسبوك، في معاهم صفحات على كل المواقع، بس اسمهم نفس الاسم. قناه باسم مجدي، قناه اسلام صلاح في الاعلانات بشكل عام. ايوه في الاعلانات. قناه ايمن ربيع ديجيتال ماركتينج، اسمه ايمن ربيع ديجيتال ماركتينج بالانجليزي، بس انتم مسجلين عندكم قناه ايمن ربيع. طبعا هذه كل المصادر باللغه العربيه. اديهن مره ثانيه، ابشر. اسلام صلاح، اول شيء باسم مجدي، اسلام صلاح. انا بزيد برضه دام انه معنا مجتمع يا شباب، بزيد اشارك الروابط، لا تقلقوش. في معنا قناه للذي يحب المصدر الانجليزي وحبوب جدا، شخص قد يمكن صارف فوق ال 100 مليون دولار في الاعلانات، اعتقد اكثر من 100 مليون دولار. اسلام صلاح صارف 30 مليون دولار، اسلام صلاح هذا العربي. فهذا طبعا الصرف هذا ما تساكوش انه كبير، صغير والله. بن صغير على مستوى العالم. انت باليمن هنا ب$5 تعمل ما عملتها، هناك شيء تطرح 100 لقد تحقق نتيجه شبه مقاربه لابو 5. طيب سجل عندي بن هيث، BE N. بشارك لكم هذا بشاركن بن هيث HEATH، بن هيث. اوكي. واكيد ما ننسى حبيبنا الاكثر من محترم الذي بيعلمك كل حاجه في الحياه، ChatGPT. اكيد يعني اكيد هذا بلا خلاف. طيب يا شباب، اشتي لاقي للاستاذ عمر يرجع يكمل، بما انه خلاص قضيه اسئلتنا بتكون دحين. اشتي اسئله، بس حبذا انها تكون اسئله ضمن السياق، في نفس الوقت تعتقدوا انها بتجيب نتيجه مع الكل. تفضل يا الذي بالاخير هناك. طيب ما احنا تكلمنا عن هذا النقطه. تفضل. قاطعك من دقيقه. كم تشتغل استاذ احمد؟ ربع ساعه؟ لا خلي تاخذوا راحتكم. يلا خلاص خذوا راحتكم. باقي حاجات كثير. انا اشورطه. لا ما فيش حاجات معي حيلة كثيره، خذ راحتك. سابري. يلا اوكي نرجع. ممتاز. سألت عن الانستغرام والفيسبوك صح؟ في عندنا حاجه اسمها هاني كونكتنج.
ابحث بيوتيوب بأبسط طريقة. اسمعوا يا شباب، هذه مرة ممتازة لأنهم معاكم صفحة وحساب. خليك شوي. في عندك حاجة اسمها كونكت أو ربط الصفحات، ربط صفحة الانستغرام أو حساب الانستغرام بصفحة الفيسبوك. ابحث باليوتيوب أصغر مقطع بيطلع لك، هو طريقة بسيطة. اتبع الخطوات واضبط من هنا. بعدين لما تجي هنا لقسم الإعلان مش تشوفه يظهر لنا ماسنجر وانستغرام، بيظهر لك من انستغرام حق الذي ربطته، والرسائل حق الانستغرام بتروح لهناك، ورسائل الماسنجر بتروح تلقائيا. انا في داله فيسبوك ما يقصش معك. اللي بعده انت هنا كان عندك سؤال. والله ما لها اي علاقه. صفحه فيها 0 متابع وصفحه فيها 100,000 متابع. انت هنا في حاجه، انا بقول لكم حاجه ما هيش موجوده ضمن، في حاجه اسمها اورجانيك بيت ريتش. الاورجانيك ريتش او الذي يتكلم عليها الاستاذ عمر قبل شويه، المقصود به الوصول ايش الاصلي الذي 100,000، وما يوصلش ل 100,000، يوصل ل 1500 1200، لانه ايش فعلا فيسبوك ايش يشتري منك؟ يشتريك تدفع. هذا الاورجانيك، هذا الذي بتبنيه. عفوا انا برجع اجاوب على هذه الاسئله الخصوصيه. طيب الاورجانيك ريتش، في معانا البيد ريتش. هذا عالم كانه فيسبوك لحاله. لما تقول له وصل لي لذول الناس ما لهم دخل ابدا بالذي متابعين لك. في حاجه بالحساب الاعلاني بيكون عندك هنا مجموعه من الحملات وصفحتك متابعين لها 5,000. ايش بيستفيد فيسبوك من هذا الشيء؟ بيشوف من هم المتابعين لصفحتك ويروح يدي لك ناس مثلهم. تمام، يروح يجيب لك ناس مثلهم. ابحثوا يا شباب، ابحثوا يا شباب، يسجلوا عندكم الجماهير المشابهه بعد ما تحترفوا الاعلانات، بعد ما ايش تحترفوا، لانه هذا الموضوع متقدم. هذا هو الموضوع اللي اتكلم عليه. هذا فعلا الموضوع. انا خلاص كل ما اشوف انزل لك ارجع في الاعلان، ما هو لا انا اشتري اقدم لك حقيقيه واكون يعني في معي منشور ما يحتاج ان انزل اعلان الموضوع، الشيء كله لها وصول. طيب الاعلان الاول والاعلان الموضوع يكون جديد اللي بعده. انت لازم هنا تدخل في حاجه اسمها الكونتنت استراتيجي. هذا الشيء متقدم في الماركتينج فنتكلم عليه شويه بما انك ذكرتها. المفروض المحتوى الاعلاني المفروض بما انه صفحه يكون منشور من هنا من انشاء اعلان، ما يكونش منشور في الصفحه. ويكون عندك بالصفحه ايش المنشورات؟ لا، اذا كتقنيات التسويق بالمحتوى او استراتيجيات تسويق بالمحتوى، يكون عندك محتوى زي مثلا محتوى تعرفه الكريمي، هل ينزل لك اعلانات داخل صفحته؟ ينزل لك محتوى تفاعلي مع الجمهور، محتوى قيمي. هذا المحتوى ابحثوا عنه، تسويق بالمحتوى اسمه. انا خلص خلاص انا وصلت اعلان موال خطه اسبوعيه يوم السبت يوم الجمعه هذه الجمعه الثانيه اعلان موال خلال الفتره هذه من السبت للظهر والخميس يعني يكون في منشورات اللي هي 3. تمام، بس ما يحتاج انه موال، بس ما تمولات. هذا يصير ضرب فيسبوك، لانه هنا ما راح يوصل لك، بيقول لك برضه ادفع لي. بس والله يعتمد على محتواك. اذا محتواك تفاعلي، والذي نشرت دول ال3 منشورات مدروسه وتفاعليه، بيحقق ريتش اورجانيك طلقه. اعرف ناس يمولوا، انا كنت اشتغل بشركه بدون ذكر اسم، نمول في اليوم ممكن $100. فكنا ننزل منشورات يعني منشورات تقدر تقول عليها منشورات من هذا الذي حق فيسبوك الذي يجلس يصلح البلوكاوي وتحقق 3-4 مليون مشاهده بدون ما نلمسها. لكن هذا لانه تفاعلي كذلك وصل لفئه محدده. تفضل دقيقه. شخص مثلا متجر مختار اختيارات خاطئه، هل في شيء اسمه صفحه غير قابله للاصلاح ضروري يفتح حبه جديده ولا قدر؟ ايش الاخطاء الذي فعلها؟ مثلا استهدف ناس غلط عادي اطلاقا، ما فيش حاجه اسمها عاده. استهدف، هو اصلا ما هو العمليه هنا انا احبها. ليش؟ لانها عمليه ايش بيصير عليها؟ اخطئ واعدل واخطئ. انا ساكن لكم من الموضوع بسيط لي 6 سنوات وانا ارفس في الموضوع ده، فالموضوع عادكم بتخطئوا. لكن الاهم على ما قال لكم عمر، لما توصلوا للنقطه حق التحول مش تقولوا والله فشلت الحمله، والله ما حققت، وتقول والله اللي قاعد ادور لي شركه اشتغل لي بها موظف. لا اقصد لا، عدل وحسن واشتغل. دقيقه تمام كيف يا استاذي؟ بالضبط. هذا حسب استراتيجيتك، يعني هذا ما لهاش اجابه. اذا هو بالنسبه لمحاضرتنا حسب استراتيجيتك، بس بقول لك كيف نزل من محتواك. يعني زي ما تقول روي للناس من انت في محتوياتك، روي لهم كيف تصاميمك. لقى لما واحد مثلا اي سبب من الاسباب دخل يعمل سكرول في صفحتك يشوف المنشورات اللي انت مسويها، فهذه تنشر وبعدين ترجع. مش انتبه تروح تعمل لي تصميم هذا والله قصه، تعمل لي تصميم 15 بوست ب 6000 والله اللي بقى هذول قتلونا، قتلوا شغلة وكالات التسويق. يجي يعمل لك 500 بوست ب 2000 وزيد اعمل لك اعلان لمده 3 ايام.
فانتبه، اشتغل شغل احترافي، شيل على التصميم كما هو مقدر يعني من 2000 3000. ايوه، واشتغل في فئه سوقيه. والله انا عندي وكاله التسويق، والله انهم يجوا لي كثير بس بسبب اني مشغول في حاجات ثانيه. ادي لهم ارقام مصممين، امشيهم يعني، لكن شغلك يكون مرتب. تفضل، في هذا سؤال. خلاص اشتغل شغل مرتب بس يكون محتوياتك قويه. شباب هدوء، تفضل. ما فهمنيش قصدك والله. طيب طيب انا صراحه حتى انا فهمت الحين، واجهتني هذه المشكله الذي المعاينه. قد بعض الاحيان ما يظهر لك، يقول لك مشكله ما راح يظهر اعلان هناك. قل له حبيبي مقاساتك كم؟ 16 الى 9، ولا عندك اي مشكله، بيظهر غصبا عنه. أظن مشكلتك في الحساب الاعلاني قد يكون، لكن جرب اطلق من حساب اعلاني ثاني. يعني اصلا ما فيش ابدا، دام انه ما يقول لكش ان عندك مشكله في الموضوع هذا. طبعا هذا موضوع متقدم يا شباب، فابدا ما يقول لكش انه ما يظهرش، ويظهر. بس انت ممكن انك تحدد الستوريز، لو اشتك تختبر افعل دولار، ميزانيه دولار، خلي في الستوري بس تعمل هو يظهر صفر. والله عندك مشكله، ما ادري والله وين هذه صراحه. انا اصلا في شيء غريب، هو كل برنامج يعني المفروض انه يشتغل بس. ما شاء الله. الذي بدي لك النصيحه انا كلها اصلا اللي عندك مشكله غير معروفه. غير الصفحه، هذا مقترح ممتاز. غير الصفحه، عندك صفحه ثانيه انستغرام ثاني، غير اختار صفحه ثانيه. لا هذا حل ما نستخدموش، بس اقصد اختبر. لقيت تعرف الحين كل شغلنا لقي ليش اعرف منين المشكله، هل من الحساب الاعلاني او من حسابي الشخصي او من الصفحه الانستغرام او من صفحه اعرف وين المشكله. بس بعدين لما تعرف وين المشكله اشتغل عليها. اسال سريع. ال 15 دقيقه نشتي نستثمرها. لا، الاستراتيجيتين مختلفتين تماما، كل واحده تدعم الثانيه. خلاص. استراتيجيه المحتوى ايش معناته؟ اسمعني، خلينا نشرح لها، اوضح لها. تعرفوا منبه يا اخي صناع المحتوى، هل بيعمل اعلانات مثلا؟ المحتوى اللي بينشره اسمه استراتيجيه المحتوى باختصار، انه بيعمل محتوى الناس بيتابعوه لاجل المحتوى، مش لاجل انهم شافوا اعلانه. هذا استراتيجيه المحتوى. استراتيجيه الاعلانات المدفوعه مختلفه. انت بتروح تقول فيسبوك اوكي، تروح تقول فيسبوك انا اعمل اعلان ودي الاعلاني، وهنا استراتيجيه مختلفه بتظهر برضو ممكن لناس جدد. طيب اللي بعده من كان بيسال؟ اي هذا في عندك مجموعه عوامل، بس انا اراهن واكاد احلف، بس ما ناش احلف يمين تمام، واكاد احلف ان فشل 90% من الحملات الاعلانيه سببها المحتوى، بدون مبالغه. يا اخي محتويات زي مع احترامي يعني شمات، يجي يقول لك انا ما حققتش مبيعات. حبيبي والله لو يظهر لي هذا المحتوى اللي عمل له ابلاغ. خلاص هو هذا تمويل. لا انت دحين فكره والله جبتها. انا هنا يعني غيروا طريقه تفكيركم. مو خلوا احنا نلقى نشوف. غيروا طريقه تفكيركم. انا هنا مثلا من بيطلع معي؟ حبيبي تعال هنا رجعان انت ايه اشرح لي تفهموا تماما. هذا فيسبوك حبيبنا، فيسبوك ايش اسمك؟ وائل فيسبوك. وائل فيسبوك هذا انا لما اروح اطرح لها $10 وحقق منه مبيعات وربحت $30، هل انا بقول ليش ادي لك $10 كل مره؟ لما تدي لي 30 مبيعات، ليش ما تدريش 30 وتحقق لي مبيعات دون ما ادي لك؟ انا هنا قد انا بربح 30 يا ابن الناس، $30 رابحه بسبب انه فعل الاعلان. فانا هنا برضو اخليها طول السنه اربح نفس ال30 وازيد والعب وهذا وادي للفيسبوك. فيسبوك بيخدمني بالرغم انه هذا الموضوع مقاطع، بس ما نقدرش نعمل حاجه غيرها الا انه هذا النمط. فمش معناته انك اذا وقفت الاعلانات وما حققتش مبيعات ليش؟ انا اذا وقفت الاعلانات وقف الشغل. باختصار انا بالنسبه لي احسبها كم صرفت، كم دخلت، كم حققت ربح. شكرا يا استاذ.
المدة كم؟ طول السنة. عندك مبيعات؟ طول السنه كل يوم لا، قد تكلمنا عن هذه النقطة. حققت نتائج حلوة على السكيل ورجع للثلاثة. أنت هنا بتعبش عادك بتعملها أنا 500 حملة وترجع. هذا الذي فعلا حاب يطور من نفسه، بيلخبط هنا بيتعلم. أنت معك 3 أيام اختبر. شوف، هو عادة النتائج بيطلع من أول 8 ساعات. أنا بالنسبة لي النتائج تطلع من أول 8 ساعات، لكن أنت خليها 3 أيام وشوف أين المشكلة. راجع. المشاكل قد تكون من المنتج تبعك، قد يكون مشكلة المنتج تبعك، قد تكون الناس مش يشتوش. فأنت مش معناته إن الإعلان دائما شماعتنا إن إحنا نتهمه. والله هذا ما جاء. ممكن يا أخي منتجك مش مطلوب، مالش طلب. فأنت هنا الأستاذ طبعا تكاملي، أنا كلامي مع الأستاذ عمر، أنا هنا بس أطبق عمليا. أنت لازم أوريدي قد عندك منتج مطلوب، قد أكفى على محتوى كويس، قد كل شيء شغال عندك. فأنت هنا لازم تعرف أين المشكلة. من كان بيسأل هنا؟ تقريبا أنت. النزال هنا فيسبوك يقول لك ليش نزلت. أنا ركزت على النزال. مثلا كنت أعمل $3 يجي لي 100 رسالة مثلا. رفعت ل $5 جاني 150. رجعت ل $3 ما تجيليش 100 رسالة، تجيلي 50. فيسبوك يحنق. الأرباح قلت، وقف الحملة واطلق حبة ثانية أو حسن. فينا استراتيجيات زيادة ربح. ممكن تختار منتج جديد، ممكن تجيب حاجة جديدة، مش لا ضروري تجلس ترفس على نفس الإعلان. ممكن الناس يعني بعض واحد أعجبني مرة سلام صلاح تكلم عن هذه النقطة. بعض واحد يا أخي قد حلب السوق حليب جلد وعاد يطلق الإعلان جايب. يا أخي قد الناس كلهم اللي يوصل لهم الإعلان يا ما اشترى يا أما مش مهتم. جيب منتج جديد، مو جالس تدور على نفس الدائرة. مش كل يوم يعني، مش لهذه الدرجة. أكيد مش كل يوم. أكيد مش كل يوم. طبعا شباب منتج خلاص. انا بس ما عجبني شرط هامش الربح الكبير، يعني في تعويض عن حق الاعلان الممول فارق بسيط. شوف، انا ادي لكم مقوله، ما ادري هي لعثمان بن عفان او لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال سالوه ايش السبب، ما ادري اي واحد منهم، سالوه ايش السبب انك وصلت لهذه المرحله من الثراء. واحد قال لا مش التنويع، هو فعلا كان يدي منتج مطلوب. قال انه انا ادي منتج مطلوب، يعني كان فاهم بالتجاره احسن مننا. بس قال كنت لا ازدري ربحا، معناته اعلان شغال وبيجيب لي ربح، بدي حق التكلفة الأساسية، بدي حق الإعلانات، وربحي $5 $6. خلي يا أخي شغال. إذا أنت داري إنه ما بش خراج للأخير عادك تخرج بالسالب، لكن دام إنه شغال ويجيب لك هامش ربحي، حسن بينما. يعني مش معناته إنك توقف. هذا في حاجة اسمها ممكن تتابعه حق العلم النفس perfectionist أو perfectionism، متلازمة المثال. إما إن أنا أحقق الربح $100 في اليوم، أو والله لجلس راقد. لا، بدي أحقق 5 6 10 100 ستيب باي ستيب على ما قصرنا. دقيقة عفوا، ما بشي على ميزانية. فيسبوك تدي لها فلوس. شوف أنا أدي لكم استراتيجية هنا قبل ما يجي الأستاذ عمر. استراتيجية مهمة. الROI، الريتيرن اون انفستمنت، العائد على الاستثمار. طرحت $100، تكاليف الأساسية $200، وحققت مبيعات $1000. ربحي كم؟ $700. دام إنه ربحك كويس، طرح الفيسبوك كم يشتي. بدأ ربحك يتأثر، وقف. يعني الموضوع بسيط والله، بس انتم بتعقدوا على نفسكم ايش؟ عادي. كنا نوصل باعلانات جنبيه في اليوم الواحد الى $30. الان دقيقه الى $30 في اليوم. بعدين لما وصلنا للاداء نقصنا زيدنا. يعني هي تمشي. ها؟ احنا متفقين. فريق المبيعات يقولنا اليوم والله عندنا مبيعات اليوم ما بش. اكيد في كونكشنز، احنا عارفين ايش معنا. في ليدز، هذا موضوع ثاني. في ليدز، في ناس عملاء محتملين. كمل. المهم انه عندك يعني يوميا انا بصرف $30، اقل حاجه دخل 50 ربح، او يعني خلينا نقول داخل تكاليفي ضروري. تمام كيف؟ فهكذا الحسبه. تفضل. عادي احمد، انا احمد تفضل. لما نفعل المحتوى داخل ميتا، لا نبعد ولا نتفيض من ناحيه نبعد فيسبوك ولا حد. ايوه بالضبط. فهل الاعلان هذا حيكون في جميع المواقع هذا ولا؟ ايوه بيكون. شوف فيسبوك لما تحدد له ادفانتج المواضع. تعرفوا قسم المواضع فيسبوك انستغرام، لما تحدد للمواضع ادفانتج وتخليها هو يختار، هو بيروح يحطهن لك على كل المواضع التي عنده، على الستوريز، على الفيدز، على قسم الفيديو، على الريلز، بيضعهن لك كامل. فاللي يجيب لك النتيجه يبدا يضخ فيه ازيد هو من نفسه. كل شيء، هو هذا الميزه حق الاوتوميشن، كل شيء مؤتمت وكل شيء جاهز ريدي انك بس تحط. والله ان اصبح الموضوع نقرات في مديريه الاعلانات، ما عادش معقد.
زر الاعجاب مثلا لما تجي قبل ما تمول يضيع زر الاعجاب. كيف؟ يعني مثلا بدل المتابعه. خلي هذا انت داخل صفحتك. ايوه. انت داخل صفحتك. ايوه. عادي انت داخل صفحتك هو يكون ظاهر، بس اذا انت معجب بالصفحه اضغط على الثلاث خيارات اللي هناك. بيظهر لك هنا انك الغاء الاعجاب. ما يطلعش عند اي واحد. لا يطلع. خلاص خلي هذا نرجع راجعها معك، تفضل. اسمه مبيعات، كيف يعرفون انه هذول كلهم يجوا عن طريق صفحتك؟ يعني ما يجيش. انت مثلا تشتغل مع عميل، يعني مثلا بس انا كيف يعرفون اسم المبيعات انه هؤلاء كلهم جو من صفحتك؟ على اساس من اين يجوا لهم؟ يعني مثلا انا مثلا يعني في جنبي صح؟ يعني اكيد انه مثلا زبون لا، بس انت كمتجر الكتروني خليك من جنبيا. جنبيا اصبحت حاله خاصه، لانه اصبح صاحبها مشهور واصبح يجي له ترافيك من وين؟ من صاحبها المشهور. لكن انت كمتجر ما معكش مصدر غير من الاعلانات، فانت اكيد ما بش معك مصدر ثاني الا في حال انه عندك محتوى ثاني جاب مشاهدات عاليه، نشرته وضرب وجاب نتيجه. هذه موضوع يجي لك من المحتوى، وعاده يكون مختلف، لانه اللي يجي من الاعلانات بيكون ناقر على الاعلان، هل يمكنني معرفه السعر ويرد عليه. اما اللي يجي لك من المحتوى يدخل يراسلك دايركت، يكتب رساله هو، او يجي لك عن طريق عميل. هذه احالات، بس انت تقيسها حسب الاعلانات. واكيد انا افضل الذي يشي شغل احترافي في يوم من الايام. عفوا والله قد اتصلوا يمكن 5 اشخاص مختلفين وانا بس برجع اتصلهم كامل. اوكي ممكن ايوه يوم الشيء تبقى محترف. انا من رايي يوم من الايام بيكون عندك عميل جاب لك عميل، ومحتوى جاب لك عميل، واعلان جاب لك عميل. بعد ما تم الديل شباب ركزوا هنا، اسال العميل سؤال: السلام عليكم، ممكن تقول لنا يا غالي منين جيت؟ هل شفنا على الاعلان؟ يقول لك والله انا شفت هنا، خلاص عرفت. ويكون عندك اكسل شيت 1 2 3 والامر انتهى. ايش باقي من اسئله؟ المحتوى لا قصدك المشترى من عندك تقدم له شيء يرجع لك مرة ثانية. الاستراتيجيات هنا كثير. اول حاجه اللي لقيناها في جنبيا صراحه كان معهم خدمه عملاء عسل. والله انه كان العميل يدخل، انا اشوف التعليقات يا اخي يقول والله ما قدرت اقول لهم لا. هنا خدمه العملاء مهمه. فجنبيا كان صراحه جنبيا عمر اجتهد بشكل جدا كبير. يعني حتى الاعلانات في نقطه قبل ما اني اوصل هذه، كم الاعلانات يا شباب اخر شيء توصلوا له، اخر شيء بعد ما قدك مجهز كل شيء تجي بعدين تدخل المدينه تطلقها. ايوه، فاحنا دحين لما تجي تشوف عمر مجهز خدمه عملاء، مجهز عمليات فل الفل، مجهز منتج مطلوب، صور المحتوى اقسم بالله تصوير رهيب، محتوى مكتوب رهيب النصي، فكل شيء متكامل، كل شيء متكامل. هنا سوى الاعلان نجح اكيد، يعني اكيد. تفضل. ها بوستات، كل بوستات. لكل واحد مجموعه اعلانيه او حمله اعلانيه طبيعي. لكل واحد حمله اعلانيه واستهداف مختلف وميزانيه مختلفه. اكثر. شوف اصبح دحين في حاجه اسمها المواضع ادفانتج او الادفانتج في الاعلان. ايش يصبح؟ يشوف لك صوره يقوم يحولها على فيديو وقولبها وظهرت في الريلز. خلاص طبيعي. هذا الشيء ما عادوش معقد. اختلاف بايش؟ يعني الان البث والصور خلاص بتكلم. انا بشكل نزل تصوير فيديو للمنتج بشكل احترافي وبنيه حلوه. اذا محتواك مثلا اذا محتواك داري انه لازم يظهر في الريلز والستوريز، حدد المواضع اليدويه ريلز وستوريز. مع انه انا نصيحتي، انت بتعرف الغلاف حق الريلز لما تطرح بالانستغرام في حاجه اسمها غلاف، حط غلاف يشد الانتباه، حتى لو ظهر حقك الريلز بالفيدز الواحد ينقر عليه. فانا افضل دائما في اليمن بالذات انه ادفانتج دائما. على ساعه يعني تمول بنفس الصفحه حقك بس حمله ثانيه صح؟ ايوه، اذا هو نفس المنتج مثلا جنبيا في عندهم كان ساعه مولناها وحققها، وبعدين جنبيا جينا ادينا الحزام نفس التمويل ومن نفس الحساب الاعلاني نفسه. لكن الفكره هذا بعدين موضوع محترف احترافي. الذي حاب يتخصص في مجال التسويق، خليني اكمل النقطه. الذي حاب يتخصص في مجال التسويق افصل. مثلا معك حساب اعلاني حق عميلك، خلى العمله انت بدك تطلق الاعلانات. هذا بعض الاحيان عندنا في اليمن شغل دباش، فيكون عندك مفصولات الحسابات الاعلانيه. افتح حافظه اعمال جديده، موضوع معقد شويه، وافتح حساب اعلاني جديد وافعل الاعلانات من الحساب الاعلاني الجديد نفس الصفحه. طيب ايش باقي؟ ايش الذي الدفع؟ ايش الفيزا كارد؟ هذا تكلمنا عليها اول شيء. انت قدك اوريدي مخرج بطاقه من الكريمي، تعبي الرقم حق البطاقه، اسم المستخدم، التاريخ،
CVV. هو بيكون إضافة طريقة دفع. اتبع الخطوات لما توصل إلى عند إضافة البطاقة واعملي لها سبمت. هو يجلس يبحث هل هي قابلة للدفع، فعل كتاب خلاص. ليش؟ لأنه منشور. لأنه كتفعال استخدام مشروع حالي. لو هذا يظهر لازم يكون من اللابتوب وانك تختار اعلان جديد. ما يزيدش لانه بغى تختار منشور جديد، اعلان جديد بتختاره وبيكون فيديو يظهر كانه فيديو جديد. تفضل. اسئلتك انت عميقه بالمناسبه، انت لك خبره في الموضوع. الريلز مما لا شك فيه ان المحتوى الفيديو هو الذي بيجيب النتيجه. خلينا نزيد ادي خاطره كذا بسيطه على المحتوى. خليني اتكلم لكم عن المحتوى قبل ما ينتهي الوقت. شباب، لما اقول لكم محتوى قوي، وانه انا لا اقصد اطلاقا بتاتا انك تروح تجيب لي محتوى مكلفك $1000 بالتصوير ومكلفك $500 حق كاتب المحتوى واللي كتب السين. لا والله، ادخلوا لاكاديميه الاحمد، صفحه اسمها اكاديميه الاحمد حقي. والله المحتويات الاعلانيه بزر التلفون، الذكاء الصناعي والتعامل مع النماذج اللغويه مثل تشات GPT لم يعد مجرد اداه كذا بس. الناس يدخلوا، والله انهم يدخلوا لي بالدولار الواحد فوق 50. والله في مره من المرات انه دخل لي بدولار 110 مراسله. المحتوى ما اقول لك اني كنت بيرفكت بموضوع استهداف واسع زي كل مره، بس المحتوى، والناس توثق بالمحتوى لما يكون بسيط. يعني بعض الاحيان مثلا نضرب مثل على واحده بتصلح كيك منزلي، بتقوم تصلح طبيعي جدا، تطرح الكيكه وتتكلم هذا الكيكه وكذا وتفعل لها ترويج، والله يجيب نتيجه. انا تعرفوا شير، وكاله شير للتسويق الرسمي يا اخينا، ما احبش انا. فاعل المحتوى لشركات تبيع معاوز او محل. واحد دخل يصور من لما هو داخل، ايش معك اليوم؟ ايش معك؟ قال والله معنا هذا البضاعه، ويعرضها هكذا بيده. قال يا احمد هذا محقق له مبيعات غير معقوله. محتوى مصور بأبسط طريقة ممكنة. فالفكرة بالبساطة. أنت إحنا دحين لما نروح نصنع محتوى نساكين إن الإعلان حقنا لمن بيوصل؟ للروبوت. يا أخي هو آدمي قدامك، عنده قلب وعواطف. فلما يكون المحتوى بسيط يلامس الشخص نفسه، يلامس احتياجه، والله بيجيب نتيجة. محتوى ضروري يكون عفوي دائما أو عادي؟ مش في كل الحالات، شوف تختلف. بس أنت كمتجر إلكتروني خلى عفوي. طيب من كان رفع يده ثاني؟ هناك أنت صح؟ رفعت يدك؟ خلاص مش مشكلة. مبهن. تصوير بالتلفون أكبر مثل الصينيين، تلاقيه يجلس ويدق لك وسط السيارة ويخرج يوقف هكذا وفعلا ما ومحتوى يبيع مش في الصين، في كل دول العالم على علي بابا ولا علي إكسبرس. فالمحتوى البسيط يعني خذوا كفى باستراتيجية الصينيين. مثلا استراتيجية الصينيين حبوبة. أنا طبعا في عندي سابقة في المحتويات، في واحد فعلت له حق معرض سيارات اسمها الأفضل، لو حابين تشوفوا المحتوى حقها، الأفضل لتأجير السيارات. صلحت المحتوى، أنا صورته يومين جيت أشوف ما عرفش مع سيارات، قد تأجرين كامل. الرجال جاء كافأني من نفسه، قال بزالك. فالفكرة أنه كان المحتوى بسيط. حبايبنا في الآن تقدر تحجز سيارتك وأنت في بيتك ومدرك أشكال المحتوى. بساطة لا أبعد الحدود، وجاب نتيجة. محتوى ثاني، هذه يحتاج لك شيء في جزئية العمليات. كيف بتوصل المنتج حقك؟ كيف بتستلم المدفوعات؟ كيف بترتب هذه الأمور؟ إذا ترتبت تمام. أيوة، فالفكرة العمليات هنا عادي. تقريبا الأستاذ عمر بيشرح عن العمليات، لكن الفكرة ذا الحين بالنسبة للسعودية أو أي سوق ابدأ ادرسه. إيش بيستخدموا؟ فيسبوك أو انستغرام؟ إذا فيسبوك أكثر تمام، إذا انستغرام شيل فيسبوك منه لأنه بيدي لك عملاء غير مهتمين. تفضلي. هاي لا مش تقوم، يعني صوتك ارفع. عفوا يا شباب، خلونا نسمع. أيوه طيب يلا استري. أنا برأيي في كتاب حلو. عرفتوا قصدش منتج واحد أو أحجام قصدك؟
والله ما سمعت حاجة. مو بها. عادي، هذه مش مشكلة الأحجام، بس الفكرة عادي للمنتج الواحد هذا حجم واحد. تتكلمي عن الصلصة الذي بالأخير هي كل العلب مو داخلها صلصة، فالفكرة عادي. فالفكرة كذلك أنا بدي لكم نصيحة، the one thing، الشيء الواحد اعتمدوه. لا تشتت نفسك وانت بادئ. أشوف واحد صاحبي قسم بالله إنه معاه 15 مجتمع ومدري 20 مجتمع للسيارات، للملابس، للأراضي. ياي خلاص ياي خلاص يا شباب، صراحة أحيي استماعكم لهذا وإن شاء الله أنكم استفدتم. الأستاذ عمر بيكمل.